اهلا بيكم. معاكم محمد عطله. فجر الدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقه بجامعه الازهر مفاجاه خاصه باجازه ذبح الطيور كاضحيه. وقال الهلالي لموقع القاهره 24 ان الاضحيه لا تقتصر على الانعام، بل يستطيع المسلم ان يضحي بكل ما هو مذبوح حسب المذهب الظاهري. واكد ان المسلم يستطيع ان يجعل الاضحيه فرخه او ديك او اي طير او كل ما يذبح ويؤكل، مستشهدا بقوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. وتابع: قال الله تعالى: ذبح عظيم، ولم يشترط في الآية الكريمة أن يكون المذبوح من الأنعام. ولفت إلى أن دار الإفتاء استندت في فتواها التي تتضمن أن تكون الأضحية من الأنعام لرأي العلماء الأربعة، وهم الإمام أبو حنيفة النعمان، والإمام مالك بن أنس، والإمام محمد الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، وتجاهلت رأي المذهب الظاهري. وأكمل: قد روي أن سيدنا بلال أنه ضحى بديك، فعن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالا يقول: ما أبالي لو ضحيت بديك، ولئن أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إلي من أن أضحي بها. ولفت إلى أنه لا إنكار في المختلف فيه، ففي حال اختلف بعض الفقهاء في مسألة الأضحية بالطيور فهذا لا يعني أنها خطأ. من جهتها جاوبت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها بفتوى سابقة نصه: هل يجوز أن تكون الأضحية من غير الأنعام؟ وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: اتفق الفقهاء على أن الأضحية لا تكون من غير الأنعام، وهي الإبل سواء كانت عربية أو غير ذلك من أصناف الإبل والبقر والجواميس الأهلية بأنواعها، والغنم ضأنا كان أو معز، ويجزي عن ذلك الذكور والإناث. وتبعت دار الإفتاء المصرية: فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام سواء كان من الدواب أو الطيور لم تصح تضحيته به، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وأكملت: ولأنه لم تنقل التضحية من حيوان غير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه لو ذبح دجاجة أو ديك بنية الأضحية لم تجزه. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير.